انت متخيل ان المشروب اللي انت ماسكه في ايدك دلوقتي ده المشروب اللي بيفوقك الصبح ويخليك تقدر تتعامل مع مديرك في الشغل بدايته كانت معزة؟ ايوه، زي ما بقولك كده، هي معزة. الأسطورة بتقول إنه في القرن التاسع الميلادي كان في راعي غنم أثيوبي اسمه كالدي. كالدي ده بقى لاحظ إن المعيز بتاعته لما بتاكل من شجرة معينة الثمار بتاعتها لونها أحمر كده شبه الكريز. المعيز بتتجنن وتفضل بقى تتنطط طول الليل وما بتنامش. كالدي الفضول قتله، أكل بقى هو كمان من الثمار دي، لقى نفسه فجأة كده طاقته بقت في السماء ومزاجه بقى عنب. قام واخد الثمار دي وجري على أقرب دير وحكى بقى للرهبان. الرهبان قالوا له ده ايه الشغل ده؟ دي اكيد شجره شيطانيه، وراحوا راميين الثمار اللي معاه ديت في النار. بس بمجرد ما الثمار دي بدات تتحمص في النار طلعت منها ريحه سحرتهم كلهم، ريحه القهوه المحمصه اللي احنا بنعشقها لغايه دلوقتي. طفوا النار وخدوا الحبوب دي طحنوها وصبوا عليها ميه سخنه، ومن هنا اتولدت أول كوباية قهوة في التاريخ. المشروب ده ساب أثيوبيا وراح على اليمن، ومنها لمكة والقاهرة واسطنبول، لحد بقى ما غزا أوروبا والعالم كله. القهوة مش مجرد مشروب، دي السلعة التانية الأكثر تداولا في العالم بعد البترول. هي المشروب اللي قامت بسببه ثورات واتمنع بقرارات ملكية واتعملت له بورصات مخصوصة. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. النهاردة احنا هنعمل رحلة وثائقية طويلة ومزاجها عالي قوي. هنسافر لخط الاستواء علشان نشوف شجرة البن، هنفهم يعني ايه معالجة ويعني ايه تحميص، وهنفكك بقى شفرة المنيو المعقدة بتاعت الكافيهات اللي بنقعد فيها علشان تعرف انت بتشرب ايه بالظبط. حضر قهوتك وركز معايا لأن الرحلة دي محتاجة دماغ شغالة. علشان نفهم القهوة لازم نعرف الأول هي بتيجي منين. القهوة ما بتتزرعش كده في أي حتة، دي ليها منطقة كده في العالم اسمها حزام القهوة، ده كوفي بيلت. الشريط ده بيمر بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وأي بلد بره الحزام ده ما ينفعش تزرع القهوة. السوق العالمي كله بقى بيسيطر عليه نوعين أساسيين من البن، الأرابيكا والروبوستا، والاتنين دول نقدر نعتبرهم كده اتنين إخوات، ولكن شخصيتهم عكس بعض تماما. خلينا نبدأ بالباشا الأرابيكا، ودي بقى بتمثل حوالي من 60 ل 70% من القهوة اللي بنشربها. شجرة الأرابيكا دي تقدر تقول عليها كده بريمادونا، شجرة متطلبة ومتدلعة جدا، ما ترضاش تتزرع غير في الأماكن العالية، تقريبا من 600 متر لغاية 2000 متر فوق سطح البحر. بتحب الجو البارد اللطيف وتكره الشمس المباشرة، ومناعتها ضعيفة جدا ضد الأمراض والحشرات. طب ليه بقى العالم بيتحايل عليها وبيزرعها؟ لأن طعمها معقد وساحر. حبة الأرابيكا دي فيها سكريات عالية جدا وضعف كمية الزيوت اللي في الروبوستا تقريبا، فبتديلك كده طعم فيه إيحاءات فاكهة أو شوكولاتة أو كراميل وحموضة منعشة جدا. بس الكافيين بتاعها قليل، تقريبا 1.5% من وزن الحباية. وأهم دول بتزرعها كولومبيا وأثيوبيا والبرازيل وكوستاريكا. نيجي بقى للفتوة الروبوستا، من اسمها كده روبوستا يعني قوي وصلب. الشجرة دي متربية في الشارع، تتزرع في أي حتة على ارتفاعات واطية ماشي، تستحمل الحر والشمس ماشي، وأي حشرة تقرب منها بتموت فورا. ليه؟ لأن نسبة الكافيين في الروبوستا ضعف الأرابيكا، بيوصل ل 2.9%. والكافيين ده أصلا في عالم النباتات هو مادة دفاعية سامة ضد الحشرات، فالشجرة بتحمي نفسها بالكافيين. طب وطعمها؟ الروبوستا طعمها مر تقيل ترابي شوية، وما فيهاش دلع الفواكه بقى والسكر بتاع الأرابيكا، ولكن مميزاتها الكافيين عالي جدا، وده اللي بيظبط الدماغ، وكمان إنها بتعمل كريمة أو وش ممتاز كده وكثيف. وعلشان كده الطليان بيحبوها جدا في مشروب الاسبريسو. وأهم دول بتزرعها فيتنام. فيتنام هي ملكة الروبوستا في العالم بلا منازع، ومعاها أندونيسيا وأوغندا. علشان كده انت لما بتشتري بن غالبا بتشتري توليفة. المحمصة بتحط لك تقريبا 80% أرابيكا علشان الطعم الحلو والريحة، و20% روبوستا علشان الوش وقوة الكافيين اللي بتخبط في الدماغ. طيب ادينا بقى زرعنا وقطفنا. حباية القهوة وهي على الشجرة ما بتبقاش بنية اللون ولا بتبقى محمصة كده، دي بتبقى شبه ثمرة الكريز بالظبط، لونها أحمر وجواها بذرتين اللي هما حبوب القهوة. علشان بقى نطلع البذرتين دول من جوه الثمرة، دي عملية معقدة جدا واسمها
المعالجة processing. والطريقة اللي بنعالج بيها القهوة بتغير طعمها في الفنجان بنسبة 180 درجة. وعندنا 3 طرق أساسية للمعالجة. أول طريقة هي الناتورال بروسيس، المعالجة الطبيعية أو المجففة، ودي أقدم طريقة في التاريخ. المزارعين بياخدوا كريز القهوة زي ما هو كده بثمرته الخارجية ويفردوه على سراير شبك في الشمس لمدة أسابيع، ويفضلوا بقى يقلبوا فيه كده لحد ما الثمرة تنشف تماما وتكرمش زي الزبيب. والنتيجة الحباية بتشرب كل السكريات وطعم الفاكهة اللي في القشرة، فتعمل لك بقى قهوة طعمها مسكر جدا وقوامها تقيل وفيها نكهات واضحة قوي للتوت أو الفراولة أو الفواكه المجففة. تاني طريقة معانا هي المعالجة المغسولة. هنا بقى ندخل في التكنولوجيا والتنظيف. بياخدوا الثمار زي ما هي كده يدخلوها في مكان يقشر الجلد الخارجي اللي عليها، وبعدين ينقعوها في أحواض مية كتير علشان يحصل لها تخمير، ويغسلوا بقى كل المادة اللزجة اللي حوالين الحباية، وبعدين يجففوها. والنتيجة قهوة نظيفة جدا كلين كاب، طعمها صافي، حموضتها واضحة ومنعشة، وبتبين لك طعم الشجرة الأصلية والتربة اللي اتزرعت فيها، وده من غير أي تدخل من سكر القشرة. تالت طريقة بقى في المعالجة هي المعالجة العسلية هاني بروسيس، ودي بقى اختراع كوستاريكي كده عبقري. بياخد الحلو من الطريقة الأولانية والحلو من الطريقة التانية، بيقشروا الثمرة ولكن بيسيبوا المادة اللزجة المسكرة واللي بيسموها الصمغ أو العسل، ويجففوا الحباية بيها بقى في الشمس. والنتيجة قهوة معتدلة، سكر عالي، قوام حلو زي المعالجة الطبيعية، بس في نفس الوقت صافية وما فيهاش نكهات غريبة زي المعالجة المغسولة. يعني المرة الجاية وانت بتشتري كيس القهوة المختصة بتاعتك بص على الكيس، لو لقيت مكتوب عليها مجفف اعرف انك هتدوق فواكه او توت. طب ولو مغسول اعرف ان هي هتكون منعشة وحمضية اكتر. طيب دلوقتي بقى القهوة وصلت للمحمصة وهي لسه عبارة عن حبوب خضراء. لو أخدت الحبة دي وغليتها وشربتها هتحس إنك بتشرب مية بسلة، طعمها عشبي جدا وما فيهاش ريحة القهوة خالص. الساحر بقى اللي بيطلع الجني من الأم هو النار أو التحميص. لما الحباية بتدخل المحمصة وتتعرض للحرارة بيحصل لها تفاعل كيميائي عظيم اسمه تفاعل ماير، وده بقى بيكرمل السكريات فبيحولها للون البني والريحة اللي بتخلينا ندمنها. جوه المحمصة الحباية بتسخن، المية اللي جواها بتتبخر، وفجأة تسمع صوت طقة كده زي صوت الفشار، وده اسمه الفيرست كراك أو الفرقعة الأولى. من اللحظة دي أنت تقدر تشرب فنجان قهوة. الناس في مصر دايما تقول لك بن فاتح، بن وسط، بن غامق. تعالوا بقى نصحح المفاهيم. التحميص الفاتح، احنا هنا بنشيل القهوة من المحمصة بعد الفرقعة الأولى بشوية صغيرين. الحباية لونها بني فاتح ومفيش زيوت على سطحها، ولكن الصدمة بقى الناس فاكرة إن البن الغامق المحروق هو اللي بيفوق، ودي أكبر كذبة. البن الفاتح هو اللي فيه أعلى نسبة كافيين لأن النار ملحقتش تكسره. طعمه بيبقى فيه حموضة واضحة ونكهات فاكهية وزهور. هنا أنت بتدوق طعم المزرعة. نيجي بقى للتحميص الوسط، وده رمانة الميزان. بنسيب بقى الحبة شوية كمان على النار، الحموضة بتقل والسكريات بتتكرمل أكتر، فتظهر بقى طعم الشوكولاتة والكراميل والمكسرات، وده أكتر نوع مناسب ومريح للقهوة التركي أو القهوة المفلترة. وأخيرا بقى التحميص الغامق. هنا بقى إحنا بنسيب الحبة لحد ما نسمع الفرقعة التانية أو السكند كراك. الحبة بيبقى لونها بني غامق جدا بيميل للأسود، والزيوت اللي جواها بتطلع كده تلمع على السطح. في الغامق غالبا انت ما بتشربش طعم القهوة، انت بتشرب طعم النار والتحميص. الحموضة بتختفي وبيظهر طعم المرارة القوي وطعم الدخان. الكافيين هنا أقل، بس طعم المرارة هو اللي بيوهم دماغك إن دي قهوة تقيلة. الطليان عادة بيعشقوا التحميص الغامق في مشروب الاسبريسو بتاعهم. أخيرا بقى البن اتحمص واتطحن وبقى قدامنا. ندخل بقى للمرحلة اللي بتعمل أزمة لأي حد داخل على كافيه. إيه كل الأسماء دي؟ اسبريسو، أمريكانو، كابتشينو، فلات وايت. استنى، كل دي طرق التحضير، ودي بتعتمد على قاعدة كيميائية واحدة، الاستخلاص. احنا بندوب المواد الصلبة اللي في البن جوه المية، والفروق بتيجي من 4 حاجات: حجم الطحنة، درجة حرارة المية، الوقت، والضغط. تعالوا كده ناخدهم عيلة عيلة علشان ما نتوهش تاني من بعض. العيلة الأولى والأشهر هي القهوة التركي، العشق القديم. القهوة التركي دي مش نوع بن، لا، دي طريقة استخلاص. بنطحن البن ناعم جدا زي البودرة،
ونحطه مع المية الباردة في الكنكة النحاس، ويا سلام على نار هادية. طب السر فين؟ السر إننا ما بنخليهاش تغلي. أول ما الزيوت والغازات تتجمع وتعمل الوش الكثيف فوق بنصبها، ودي بقى غير القهوة المفلترة، يعني التفل بيبقى جوه الفنجال، وده اللي بيديها القوام التقيل اللي بيلزق كده في البق، ومزاجها ملوش مثيل. العيلة التانية هي عيلة الاسبريسو. برضو الاسبريسو ده مش بن، دي طريقة تحضير، طريقة كده اخترعوها في إيطاليا في وقت الثورة الصناعية، وده علشان العمال يشربوا قهوتهم بسرعة. بنجيب بن مطحون ناعم، نكبسه كويس جدا، نعدي فيه مية حرارتها 90 درجة بضغط عالي جدا حوالي 9 بار لمدة من 25 ل 30 ثانية، والنتيجة حوالي 30 ملي من سائل اسود مركز كثيف جدا، وعليه طبقة ذهبية من فوق اسمها الكريمة. الاسبريسو ده هو حجر الأساس لكل مشروبات الكافيه التانية. نيجي بقى للأمريكانو، وده عبارة عن شوت اسبريسو زائد مية سخنة، واتسمت كده لأن الجنود الأمريكان في إيطاليا وقت الحرب العالمية التانية ما قدروش على طعم الاسبريسو، فكانوا بيخففوه بمية سخنة. وبعدها هنلاقي الميكاتو. كلمة ميكاتو بالإيطالي يعني ملطخ أو مبقع، ودي عبارة بقى عن شوت اسبريسو برضو وعليه معلقة واحدة بس من رغوة اللبن، وده علشان تبقع لونه وتكسر حدته شوية، وده للناس اللي عايزة قهوة تقيلة بس مش قادرة على طعم الاسبريسو السادة. العيلة الثالثة بقى هي عيلة اللبن، وهنا احنا بنخلط الاسبريسو باللبن المبخر، والفرق ما بينهم بيبقى دايما في نسبة اللبن وكمية الرغوة. وهنا هنقابل الكابتشينو، وده متسمي على اسم رهبان الكابوتشين لأن لون المشروب شبه لون لبسهم. ودي بقى التقسيمة العادلة، تلت اسبريسو، تلت لبن سخن، وتلت فوم، وطعم القهوة فيه بيبقى واضح وقوي. وبعدها هنلاقي الفلات وايت، وده اختراع استرالي نيوزيلندي، بيحطوا دبل شوت من الاسبريسو مع لبن متبخر ناعم جدا وطبقة فوم رقيقة قوي، وده المشروب المثالي لو عايز تحس بطعم البن جدا مع نعومة اللبن. وآخر مشروب في عيلة اللبن هو اللاتيه. كلمة لاتيه أصلا يعني لبن، ده مشروب بقى الدلع، كمية اللبن فيه كبيرة جدا بالمقارنة بالاسبريسو، وعليه طبقة فوم خفيفة بتسمح للباريستا إن هو يرسم عليها. هنا بقى طعم اللبن هو البطل، والقهوة بتبقى نكهة كده في الخلفية. العيلة الرابعة بقى هي عيلة القهوة المقطرة أو المفلترة، الفلتر كوفي، ودي مزاج الصبر. الفكرة هنا إننا بنطحن البن خشن شوية كده زي السكر، ونحطه في فلتر ورق ونصب عليه المية السخنة ببطء شديد. الفلتر الورق بيحجز كل الزيوت والتفل، فينزل لنا كوباية قهوة صافية جدا لونها كده شبه الشاي التقيل. والطريقة دي هي أحسن طريقة في العالم لو عايز تدوق النكهات الحقيقية للبن، وده لأن مفيش زيوت تغطي على الطعم ومفيش ضغط يعصر الحباية. وفي النهاية القهوة يا جماعة مش مجرد كافيين يصحصحنا، القهوة دي رحلة طويلة جدا، رحلة بتبدأ من إيد مزارع بسيط شقيان في جبال أثيوبيا أو كولومبيا بيقطف الثمار حباية حباية بإيده، وبتمر بقى على عمال يغسلوها ويجففوها، وبحار ينقلها لنا عبر المحيطات لحد ما توصل للمحمصة فيظبط النار بالثانية عشان يطلع لك أحلى فنجان قهوة. في ملايين من الناس حوالين العالم أكل عيشهم وحياتهم مربوطة بفنجان القهوة اللي انت بتشربه في 5 دقايق. وفي النهاية مفيش حاجة اسمها إيه أحسن نوع بن أو إيه الطريقة الصح اللي المفروض أشربه بيها. الطريقة الصح هي الطريقة اللي انت بتحبها والمظبوطة على ذوقك، سواء كنت من دراويش القهوة التركي السادة أو من عشاق الاسبريسو الدبل، أو حتى بتحب اللاتيه المسكر اللي مليان كراميل ولبن. فأنت في النهاية أنت جزء من هذا الكيان العظيم اللي اسمه عشاق القهوة. وهنا بقى يجي دوركم بعد الرحلة الطويلة دي. عايز كل واحد فيكم ينزل دلوقتي في التعليقات ويكتب لي إيه هي قهوته المفضلة اللي ما يقدرش يبدأ يومه من غيرها، وإيه أكتر طريقة تحضير من اللي اتكلمنا عنها بتحسوها كده بتعبر عن شخصيتكم. وهل بعد الحلقة دي ناويين تجربوا نوع جديد أو طريقة جديدة في القهوة ولا مكملين على القديم؟ لو الحلقة دي ظبطت دماغكم زي فنجان القهوة المظبوط وحسيتوا انكم استفدتوا منها فعلا، ما تنسوش تعملوا لايك متين وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والأهم انكم تعملوا شير للحلقة مع كل أصحابكم مدمنين القهوة اللي زينا. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.